السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. جمعة مباركة عليكم. هعمل معاكم الممبار النهاردة. حطيت بصل مفروم اهو في الكبة، عليه بهارات، عليه كزبرة، عندي الكمون حطي، انا ما كانش عندي بصراحة فما حطيتش. ملح، وهنحط مرقة دجاج، فلفل اسود اهو مرقة الدجاج، بس الكيس كان رخم شوية مش راضي يتفتح التاني. الطماطم يا جماعة أنا بحطها يعني بغليها غلوتين على النار. طماطم معصورة بغليها غلوتين على النار، جربيها، بتبقى أحلى من الطماطم اللي متقطعة صغنن مكعبات. جربيها مش هتندمي، بجد حلوة قوي، تدي طعم أحلى ولون أحلى. أهو الطماطم اللي بقولكوا عليها دي طماطم بتبقى عندي في الفريزر، أنا بخزنها، بتبقى حلوة وبتسهل الدنيا قوي. أهو بقلب، بعدين هجيب بقى الرز أحطه وهنزل بالزيت، تبقى ريحتها حلوة قوي. طبعا الشطة دي اساسي، عندك فلفل حراق افرميه مع البصل وانت بتفرمي في الكبة، بيبقى حلو جدا جدا جدا. بس انا هحط شطة النهاردة، وهنزل بالبابريكا برضو قدامكم عشان تخلي اللون محمر كده وحلو. نأسف للعطل الفني، انا يا جماعة لدغة شوية في الريفة، هتلاقوني كده ايه، الريحة عندي ضايعة شوية فعادي ما تاخدوش في بالكم. اهو بقلبه بقى قدامكم، هوريكم وانا بحشي برضو سهل جدا والله. الناس اللي بتستصعب تعمل الممبار كنت زيكم زمان وبقول كده برضو، ومامتي هي اللي لازم تعمله وانا لأ. الموضوع سهل جدا جدا جدا. هتشوفوا دلوقتي وانا بحشي، دي الشطة، هتشوفوا دلوقتي وانا بحشي. الموضوع سهل جدا وبعمله في البيت دلوقتي دايما اصلا يعني، وانا اللي عاملاه وهبعت لمامتي. الف هنا وشفا على قلبها وقلبنا. انا عايزه اقول لكم ان انا خلصت اصلا يعني، وكلنا وكل حاجه وقاعده بشرب الشاي يعني، وقلت اسجل بقى معاكم. الممبار كان طعمه روعه بجد والله. طبعا مش بشكر في نفسي انا يعني، بس ده كلام جوزي وعيالي طبعا يعني عجبهم جدا الحمد لله. اهو هنا بوريكم، بص بفتح بصباعين كده، والصباع التالت الايد التانية بكون بحشي بيها. أهو. اهم حاجه ما تكتريش الرز فيه قوي، لازم تسويه كده، هتشوفي وانا بسويه دلوقتي يكون مبطط كده ومتساوي، لان الرز بيدخل فيه بيستوي، فهيكون هيفرقع منك، ده اولا. ثانيا لو ما فرقعش هيكون من جوه الرز كتير جدا. بصوا انا بعمله ازاي اهو كده، لازم تعمليه كده تنزلي من عليه الرز. هوريكم واحده كمان دلوقتي قدامكم. الموضوع سهل للبنات اللي لسه متجوزين ومستصعبين الموضوع، لا اعملي على قدك. حتى لو هتجيبي نص كيلو ممبار وتعملي له مثلا ايه، كوبايه رز، كوبايه ونص رز، طماطم، حاجه بسيطه، اعملي على قدك وجربي. بجد الموضوع يعني مش صعب زي ما احنا كنا متخيلين يعني، واحنا اول ما اتجوزنا بقى وكده. الموضوع حلو قوي، وبعدين اكل الممبار بيبقى متعه يعني، فمش خساره في التعب. بس اهو انا وريتكم. هنبقى حاطين طبعا ميه على النار تغلي، هوريكم دلوقتي. اهي ميه على النار دي كانت بتغلي، بس انا كنت موطيه عليها. نمسك الممبار كده من الطرفين وننزل بيه عشان الرز ما ينزلش، ولا واحده فرقعت، بسم الله ما شاء الله يعني، عملته كله ولا واحده فرقعت والله. عشان زي ما قلت لكم الحشوه ما ينفعش تبقى مكتومه قوي. اهو انا هنا كنت بعلي النار تاني بقى، كنت موطيها على بال محشي. هنزل بيه كله، وهحط شويه فلفل اسود، وهحط مرقه دجاج، وهحط شويه ملح عشان يطعموا برضو الممبار، يطلع ملحه مظبوط، ولا هو دلع ولا حادق. بس ونقوم عاملين بقى جنبيه شويه سلطه كده، يا سلام على الروقان. انا عملت جنبيه بانيه، وعملت الكوارع اللي هتشوفوها دلوقتي وانا بعملها، والسلام على طبق السلطه كان يجنن.
اهو هحط قدامكم بقى المرق الدجاج. بعد ما اخلص ده هوريكم بقى الكوارع وانا بعملها. الكوارع تتنضف الاول جامد جدا جدا بدقيق وملح كده، تقعدي تفركي فيها كتير. بعدين ننزل بقى، بصوا بيضه قشطه ازاي وانا بحطها. الميه برضو لازم تكون مغليه، عشان دي زي الحاجات زي اللحمه كده ممكن تشد وما ترضاش تستوي. فزي ما بقول لكم، لو مثلا حطيتوها على النار كتير وحسيتوا ان هي مش عايزه تستوي، حطوا لها معلقه سكر او معلقه كربوناتو صغيره قوي بعد ما تكون غلت يعني شويه. هنا كنت نزلت بورق لورا، ورق لورا وحبهان وفلفل اسود، وهنحط لها مرق الدجاج بس في الاخر يعني. هنا كنت بقطع بصلايه عليها، كانت ريحتها حلوه جدا جدا، ولا فيها ريحه زفاره ولا كان فيها اي حاجه. حتى الريم اللي بيطلع على الوش دوت ما كانش فيه والله من نظافتها، الحمد لله. هنا بقى كنت بقلي الممبار الروعه، بحب اقرمشه قوي ليا، وما يطلع كده اقوم رش عليه رشه ملح كده خفيفه، تبقى حلوه قوي، رشه فلفل اسود. هتشوفوا دلوقتي الكوارع وانا بقلبها بوريكم يعني ان هي بتستوي. هنا كنت بوريكم شكله ان هو بص محمر ازاي وجميل ومستوي. وفي الاخر برضه هوريكم وانا قطماه كده، هوريكم بصوا شكل محمر من جوه كده وحلو. يعني ساعات بتشوفي الممبار كده لا تحس ان فين الطماطم اللي فيه او فين الصلصه اللي فيه، لا ده هتشوفوه في الاخر ما شاء الله يعني الحمد لله حلو قوي. اهي دي الكوارع. طبعا الكوارع بتسيبيها براحتها خالص لحد ما تحسي ان تجسي عليها كده، تحسي ان هي خلاص بتتقطع في ايديكي كده وناعمه. هنا كنت بحط المرق الدجاج وهحط الملح، كنت بحمر الممبار. طبعا احنا خلصنا يا جماعه وجرينا عشان ناكل. الممبار لازم يتاكل سخن. اه شويه الملح. الله 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 على الحلاوه. بصوا بقى وانا بقطعه قدامكم وبوريكم حاجه كده في منتهى اللذاذه. بصوا هوريكم الشوربه عامله ازاي فاتحه وجميله ازاي. كانت ريحتها بجد روعه، انا ما باكلهاش بس جوزي هو اللي بيحبها وعجبته جدا. البانيه ده يا جماعه انا بوريكم لان هو مقلي من غير بيض. حطيت شويه لبن بس على التتبيله واتقلى، عايزه اقول لكم تحفه. وال